اسمع الكلمتين دول وركز فيهم كويس. انت ايه اللي وصلك للمرحله دي؟ اكيد فاكر اول مره صاحبك ادالك فيها السيجاره، اكيد فاكر اول مره عملت فيها الذنب ده، اكيد فاكر اول مره قلت هدوق فيها الحاجه دي ومش هدمنها، وانتي اكيد فاكره اول مره لبستي فيها البنطلون وقلتي مش هلبسه تاني. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك سبت نفسك وقربت من صحبه السوق. مفيش حد بيبقى مدمن في يوم وليله، مفيش حد بيشرب سجاير في يوم وليله. اللي حصل انك قربت منهم وعاشرتهم وبقوا صحبتك وبقوا كل قعدتك معاهم، وبمجرد ما انت قربت من الصحبه دي بس كل اللي جاي معروف. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول لسيدنا ادم ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. ما قالش ما تاكلش منها، قال له ولا تقربا، ما تقربش، ما تجيش ناحيتها، لان ربنا سبحانه وتعالى عارف انه بمجرد ما يقرب بس هياكل منها. هو عارف انه بمجرد ما يبقى جنبها نفسه هتروح لها وهيبقى عايز ياكلها. بتلوم نفسك ليه وانت اللي اخترت الصحبه دي من الاول؟ بتلوم نفسك ليه وانت اللي قلت بعظمه لسانك انا هدوق الحاجه دي ومش هدمنها؟ يا عم فوق وسيبك من الصحبه دي بقى. محدش فيهم هينفعك كان نفع نفسه، محدش فيهم هياخد بايدك. خرج نفسك من الدايره دي وفوق. مش هي دي حياتك اللي كنت بتتمناها وانت صغير، مش هو ده مستقبلك اللي كان نفسك توصل له. السيجاره اللي في ايدك 24 ساعه دي مش رجوله. اسحب نفسك من وسطهم وامشي بدل ما يسحبك من وسطهم ملك الموت في قعده حلوه. سلام.